بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعضاء وزوار أكاديمية الجرافيك. أهلا بكم معانا في درس جديد من دروس الفوتوشوب، وهو عمل مدينة على حافة البحر. وده هيكون الشكل النهائي للعمل بتاعنا. إن شاء الله يكون بالشكل ده كده. نقفل دي ونقول بسم الله، نفتح ملف جديد، فايل نيو او كنترول ان، ونسمي دي مثلا تاون جرافيك اكاديمي دوت كوم. هنفتح ملفات العمل 1920، خليها مقاس اتش دي او الصورة اتش دي. 1920 في 1080. الريزوليوشن هنخليه 300 بكسل على الانش. المود هنخليه ار جي بي عشان احنا هنستخدمه كسطح لخلفية سطح المكتب او على الديجيتال وكده. خلفية وايت بيضة. هنقول له اوكي. انا بضغط على حرف الاف علشان السكرين مود. احنا عايزين جايد او خط يبقى في النص هنا كده، علشان فوق هنعمل السما وتحت هنعمل البحر. فهنروح على فيو نيو جايد، وهو نص المسافة هنخليه هوريزونتال عشان يبقى افقي. هو المسافة الطولية بتاعته 9، فهيبقى نصها 4.5 سنتي. لو عملنا كده يدينا الايه الخط في النص. طيب، عايز اتأكد ان انا المسافة بتاعتي اخرها 9، نعمل كنترول ار، وادي اخر المسافة بتاعنا هنا اهو 9 او 9.2. مش هتفرق فيها اوي يعني. نعمل كنترول ار تاني ونشيل المسطرة، ونبدأ بقى نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح لير جديد، نروح على أداة الريكتانجل تول، المربع، ونقف نرسم كده لحد الجايد او الخط بتاعنا كده. ونجيب أداة التدرج جريدينت تول، وندي الألوان دي هنا كده 1 4 6 6 9 6. نقول له اوكي. وهنا ندي اللون 4 6 BEF0. نقول له اوكي، ونضغط على الشيفت ونسحب التدرج من تحت لفوق، يطلع معانا بالشكل ده كده. نعمل كنترول دي سيلكت عشان نلغي التحديد. نعمل لير جديد كده، ونجيب الريكتانجل تول مثلا ونقف في النص هنا، ونعمل مربع بالشكل ده كده. وهنديله فلتر ريندر كلاودز، ونعمل كنترول تي ترانسفور، ونسحب ده هنا كده لحد الاخر، ومن هنا برضو كده لحد الاخر، ونعمل علامة الصح، وكنترول دي علشان الدي سيلكت، ونغير المود بتاعها لأوفرلي، ونقلل الأوبست بتاعتها مثلا ل50 أو 55 أو 50. بعدين نفتح لير جديد، ونجيب الفرشة ونختار أداة
هنختار، نجيب البرش أداة الفرشة ونختار ايه اشكال السحب دي معانا هنا كده، دي مرفقة بإذن الله مع الأدوات. ومثلا نشوف شكل مثلا وليكن ده، ونكبر المساحة شوية بتاعته هنا مثلا، نحطها الناحية التانية برضو، ونشوف شكل تاني مثلا. بالشكل ده كده كده يبقى انا عملت ايه شكل السحاب بتاعي. ممكن كنترول تي وكليك يمين واعمل حاجة اسمها برسبكتيف، واقف هنا واسحب مثلا ناحية اليمين كده، بس نبقى بالشكل ده كده. ممكن كنترول تي واصغر شوية، كنترول ماينس، وابدأ الت وشيفت واصغر شوية ايه السحب بتاعتي كده مثلا، او اكبرها شوية كده. وكنترول بلس عشان نقرب شوية، او بضغط على المسطرة عشان دي نهاية الهاند، وكليك يمين واعمل فيت تو سكرين هيجيلي بالشكل ده. طيب بعد كده نجيب بقى المدينة بتاعتنا او التاون، طريق فايل وبليس، وانا شرحتها في الدرس اللي فات. ودي التاون بتاعتنا بي ان جي، بصيغة البي ان جي، ونكبرها شوية كده ونصغرها شوية من اعلى، ونسحبها هنا كده. يكون عندنا بالشكل ده، ونقول له اوكي. طبعا نطلعها فوق، نخليها على الخط بالظبط اللي عندنا. وبعدين نيجي بقى على النص اللي تحت من الخلفية البيضة بتاعتنا، ونجيب برضو أداة الريكتانجل تول، ونحدد هنا كده النص اللي تحت ده، ونروح لأداة الجريديانت ونحط الألوان دي. نعمل الجريديانت اللي أنا هقول عليه ده اللي هو 0022049، وهنا 227595. اوكي واوكي. طبعا نفتح لير جديد ونسحب المرة دي من فوق لتحت، احنا ضغطين على الشيفت يدينا التدرج ده. طبعا انا عايز اقف على التدرج ده، الشكل ده مش الشكل ده. هضغط على الشيفت وانزل لتحت يدينا التدرج ده، ونعمل كنترول دي سيلكت، نعمل دوبليكيت لللاير ده عن طريق كنترول جي او كليك يمين على اللاير ودوبليكيت، وهتطبق عليه فلتر. طبعا هنا الفلاتر جايه بشكل مختلف في السي اس 6، كان في السي اس 5 بتيجي الفلاتر في القوائم هنا كلها، زي مثلا تكستر، فلتر تكستر اللي انا عايز اعمله دلوقتي الشكل اللي عندي. فالفلتر ده موجود فين؟ في السي اس 6. في حاجة اسمها فلتر جاليري في السي اس 6. فلتر جاليري افتحه كده، هنلاقي فيه ادي فلتر تكستر وستايلز وسكتش وديسترويد
وبرش وارتستيك، دي كلها كانت موجودة في السي اس 5. كل فلتر من ده موجود في القائمة بتاعته. يعني مثلا كان في قائمة لتكستر في السي اس 5، وبتختار منها الفلتر اللي انت عايزه. لا هو دلوقتي عمل لي ايه؟ قال لي اي حاجة كانت في الاصدارات اللي فاتت، اي فلتر في الاصدارات اللي فاتت كان بيتفتح في قائمة جديدة، كان بيتفتح في ويندو كده زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، انا ضمتهم لك كلهم، حطيتهم لك في حاجة اسمها فلتر جاليري. فهنبدأ، انا عايز اديله فلتر التكستر والموزك. طيب ده الفلتر بالشكل ده، وهديله هنا 2 وهنا 3، وتحت هتلاقيها اصلا في الاعدادات 9 زي ما هي. وهنقول له اوكي، هيدينا بالمنظر ده. هنعمل كنترول تي وكليك يمين وبرسبكتيف، وبرضو هقف هنا كده واسحب ناحية اليمين كده. لو انا حاسس انه لسه متظبطش راح جاي رايح مساحب تاني كده لحد ما احس انه اتظبط معايا، اروح جاي اعمل علامة الصح. ظبط معايا في ايه؟ بحس ان انا بعلي دي، بحس ان ده فعلا قدام عينيا دي مية. كنترول تي كليك يمين برسبكتيف، واروح اسحب شوية كمان كده واقول له اوكي. طيب هروح جاي رايح على فلتر تاني، اطبق فلتر تاني، فلتر بلور والموشن بلور، وده هخلي الانجل اللي هي الزاوية 0، وهنا احط 48 واقول له اوكي. وبعدين هعمل ايه تاني؟ اروح جاي اعمل دبل كليك، اسف، دبليكيت لللاير اللي انا واقف عليه ده، وهعمل له فلتر. اروح جاي اعمل كنترول جي، كنترول جي او كليك يمين دوبليكيت لاير او دبليكيت لاير. اوكي. وراح جاي رايح على فلتر، مطبق على فلتر اللي هو ريندر وفايبرز او فيبرز، واختار اي تدرج انا عايزه من هنا كده، في اي شكل، وليكن مثلا ده. لو ناخد اي شكل تاني ما عندناش مشكلة، ناخد مثلا ده ونقول له اوكي. راح جاي اعمل عليه كنترول تي، وبعدين احوله، اضغط كليك يمين واعكسه 90 درجة، روتيت 90 درجة. يبقى كده واقف هنا واسحب، واقف كده واسحب، واصغر شوية كنترول ماينس علشان اقلل من فوق هنا كده، اطلع تاني واقلل كده، اطلع واقلل كده، واقول له اوكي خلاص، واعمل كنترول بلس اكبر تاني. هديله المود بتاعه اوفرلي كده، وهطبق عليه الفلتر دلوقتي. بس نرجع المود الاول نورمال ونشوف الزيادة اللي عندنا دي. عندي حلين للزيادة ان انا ازاي اشيلها. اول حاجة هجيب الماركوي تول دي مثلا واحدد هنا لحد الخط، خليه يمشي مثلا مع الخط بالظبط، وراح جاي عامل ديليت وكنترول دي، الاقيه مسح عندي الزيادة اللي كانت موجودة عندي. طيب في حاجة تانية، في حاجة تانية، بان انا هعمل ماسك
هضيف ماسك هنا كده من اد فيكتور ماسك اللي تحت في قائمة لاير، واجيب اداة الفرشة واخلي اللون بتاعي هنا اسود، واختار طبعا فرشة عندي ولتكن دي، واقلل طبعا الهاردنس اخليه صفر، اصغر مساحتها وابدأ امسح كده الزيادة اللي عندي، ما عنديش مشكلة. يبقى انا كده قلت طريقتين. واروح جاي بقى رايح مدي لللاير ده المود اوفرلي، وهنطبق عليه فلتر لكويفاي اللي هو شيفت كنترول اكس. هنقف على اول اداة دي ده التول وارب او الوارب تول، وابدأ مثلا اعمل كده بحيث ان انا مثلا ممكن ادي شكل الموج او حاجة كده مثلا، واقول له مثلا اوكي، عندنا كده مثلا الشكل. واروح جايب البرش وفاتح لير جديد، واجيب شكل ايه الامواج من هنا. طبعا انا هتبقى معاكم الفرشة البرش بتاعها ان شاء الله، هرفعه مع الادوات. ولكن مثلا دي هنعملها كده ونقف نجيبها لورا شوية، طبعا كنترول تي ونبدأ نصغر فيها كده، ان انا عايز دي زي ما تكون في نهاية الشط هنا كده. نصغرها بالشكل ده ونحطها على نهاية الشط بالشكل ده. نجيب أداة الممحى مثلا ونمحي أي زيادة فوق الخط كده، ونجيب البرش تاني ونفتح له لير جديد، وهنختار برش تاني غير اللي احنا كنا مختارينه. ممكن مثلا نختار ده ونعمله مثلا، نكبر من هنا بقى شوية كبير اوي كده. الاول هنمسح الزيادة اللي هنا عشان مثلا شكل الموجة، نمسح كده الزيادات هنا، ونجيب تاني البرش ونقف، ممكن نديله هنا كده واحدة تانية، وبرضو نجيب الممحى ونمسح الزيادات اللي عندنا هنا كده. كده انا عملت شكل البحر وشكل الموج بفرشة واحدة او بفرشتين. لا، الشكل اللي انا الفرش اللي هتبقى معاكم هيبقى فيه فرش اللي هي شكل الموج ده بالورب كده او بالجنب كده، او اللي هو بالطول اللي هو بالعرض، يعني كأنه جاي في المقدمة على طول في وشك، غير الورب ده. بس انا طبعا بأثر المدة بتاعت الدرس وانا بوصل الفكرة ومنتظر منكم التطبيق بتاعها. ممكن اصغر ده كده، اصغر حجمها شوية كده، وادي هنا كمان مثلا موجة بالشكل ده كده. واروح جاي اعمل فايل. طبعا انا عايز التون دي
تبقى فوق الفرش دي كلها. انما بقى التون انا عايزها تيجي تحت البريدج اللي انا هجيبها. فايل، بليس، هجيب البريدج او الكوبري ده واحطه هنا كده مثلا، يكون بالشكل ده كده، واقول له اوكي. طبعا الخط ده خلاص انا مش عايزه، اشيله لفوق كده. ممكن اجيب بالبرش افتح لها لير جديد، بس هختار المرة دي البرش الاولاني اللي انا عملت بيه، واصغره بالشكل ده بحيث ان الموب بيرتطم هنا بالبريدج كده بالشكل ده كده. ممكن كمان اجيب طيارة هنا، فايل وبليس، وادي البلين بتاعتنا، نصغرها طبعا شوية، الت وشيفت ونصغر، وتبقى مثلا هنا كده. وابقى انا مثلا كده خلصت الدرس بتاعي، واتمنى يا رب ان يكون عجبكم. طبعا الموجة هنا عايزة تتظبط شوية، ممكن بالممحاة كده. الاول اقف على الموف تول واجيب هنا كده الممحاة وامسح من هنا شوية، ممكن هنا برضو شوية كده. يبقى انا كده مثلا خلصت الدرس بتاعي. ممكن اقف على اول لاير وعلى اخر لاير واضغط شيفت عليهم كلهم، اعمل كنترول اي ادمجهم، وكنترول يو بجيب حاجة اسمها هايو ساتوريشن، او من قائمة ايمج ادجستمنت هايو ساتوريشن. في بقى حاجة ممكن اجيب الهاي ساتوريشن كده واطبق عليها على الصورة اللون، بس هتطبق على اللاير نفسه او على الباك جراوند نفسها او على الصورة كلها نفسها، مش هعرف اعدل فيها بعد كده. لو انا عايز افتح لها لاير جديد بجيبها من قائمة اسمها قائمة adjustment، دي موجودة في البانل هنا، وبروح على الهايو ساتوريشن من هنا اهو، وبضغط عليها يروح جاي فاتح لي هنا لاير فوق على طول ويظبط عليها. انما انا عشان خلاص نهيت مثلا وعجبني الشكل ده، فممكن اديله كرايس كده، وهتحط ده مثلا كده في النص عند 50، وابدأ اجرب اللون اللي انا عايزه. ممكن اختار اللون ده مثلا او ده او ده. انا مثلا هختار اللون ده مثلا وليكن يعني، اروح جاي له اوكي وخلاص، وفايل سيف از، واختار مثلا هنا، واختار مثلا الصيغة بي ان جي جي بي جي، واقول له سيف، وهنا 12 الماكسيموم، واقول له اوكي. كده حفظها لي عندي، ويبقى كده الشكل النهائي بتاعي للدرس. اتمنى يا رب ان اكون وفقت في الدرس ويعجبكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.